اللي يعيش في أمريكا يعرف حاجة مهمة: السوق الأمريكية تقدم سيارات بمواصفات عالية مهما اختلاف نوعيتها، تجهيزات متطورة ومعايير أمان وجودة ما تلقاهاش بسهولة في أسواق أخرى. من التكنولوجيا المتقدمة إلى الراحة إلى القوة إلى الأسعار المناسبة مقارنة بالمواصفات، السيارات الموجودة في السوق الأمريكية تولي خيار ذكي للتونسي اللي يحب يرجع بحاجة باهية لتونس. السيارة اليوم ما هياش مجرد وسيلة نقل، هي جزء من حياتنا اليومية، تخدمنا، توصلنا، وتوفر علينا الوقت والمصاريف. من قلب الولايات المتحدة الأمريكية ومن ولاية نيوجيرسي بالذات، الولاية تتحرك فيها آلاف السيارات يوميا نحو الموانئ. جيناكم بروبورتاج ميداني موجه لكل تونسي يفكر يشحن سيارته إلى تونس. أسئلة تتكرر كل يوم، معلومات متضاربة وتجارب مختلفة، والناس محتاجة صوت واضح ومعلومة دقيقة من شخص يخدم في الميدان. اليوم مشينا للميدان، صورنا سيارات جاهزة للشحن، محطة بنزين ونقاط شحن كهربائي، باش نعطيه صورة حية على الواقع وعلى أنواع السيارات اللي تتصدر من أمريكا وكيفاش يتم تجهيزها قبل ما تغادر الميناء. معنا اليوم أحد أبناء جاليتنا التونسية في نيوجيرسي، يخدم يوميا في مجال الشحن البحري وكذلك في اتجاه تونس، باش يفسر لنا بالتفصيل كيفاش تبدأ العملية، شنية الوثائق، شنية الأسعار، شنية الأخطاء اللي لازم نتجنبوها، وكيفاش تم الإجراءات وقت توصل السيارة الميناء رادس. اليوم باش نجاوبوا على كل الأسئلة اللي حيرت الجالية التونسية، اليوم باش نقدموا المعلومة الصحيحة من المصدر وبأسلوب واضح ومباشر. اليوم نبداو رحلة تصدير وشحن سياراتنا لتونس مع وجدي عافي. نلتقي أعزائنا مع صديقنا ابن الجالية التونسية وجدي عافي، مقيم في مدينة نيوجيرسي. مرحبا بك، شكرا لتلبية الدعوة وجدي. مرحبا بك الناس الكل، مرحبا بك سي رفت. والله نحاول أن نفيد الناس الكل إن شاء الله، ونحاول نقدم المعلومة الفائدة إن شاء الله. وجدي، أنت مختص وتشتغل في شركة ترسل الحاويات خارج الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. نحاول معا نعرف مجال شحن السيارات من أمريكا تحديدا إلى تونس، بما أنك أنت تشتغل في هذا المجال. كم ليك في المجال هذا، وكيف أتت لك الفكرة من أجل أنك تهتم بهذا المجال بشحن السيارات إلى تونس؟ والله يعني كان في شحن سيارة من 2023 نعم. لتونس، ولكن كان إخفاق من ترانزيتور ولا من فريت فورورد، ولا هو يكون يعني في تونس يسموه ترانزيتور الناس الكل، لكن هو مختص في أن يكون وسيط بين الكاستمر والبورت ولا شركة الشحن يعني. نعم. دونك كان في إخفاق في شحن على طريقة CMA. دونك سحبت الكونتينر والسيارة وبعدين عمل شحنهم مرة تانية، وبدأت من هذه أول شحنة كانت لي لتونس. نعم. دونك من وقتها قلت ليش ما نعمل شحن تاني لتونس ونظل فيه في الشحن دايما لتونس. صارت في الشحنة الثانية الصيف الماضي. هذا بيكون personal يعني لما تبعثها السيارة ولا تبعث الكونتينر يكون باسم الشخص كبيرسونال. نعم. إذا ما يحتاج له فريد فورورد ولا يحتاج ترانزيتور ولا وسيط. هذا بتروح أنت بتستلمها أنت، يعني في البورت رادس بتكون أنت تستلمها. يجب أن يكون موجود هناك في تونس. نعم. لازم تكون أنت موجود هناك عشان تستلمها. في إجراءات مش صعبة. الإجراءات إنك لازم تكون تعمل تروح على شركة الشحن، تعمل ديبازت، تروح على البنك تعمل ديبازت المصاري. I think 2 مليون تونسي تعمل ديبازت دينار تونسي. نعم. وتعمل ديبازت المصاري هي عشان ايه لو يعني في شارج 2000 دينار تونسي. يعني الاختصاص تبعك سيارات فقط او لا، نحن بنعمل الكونتينر كله ككل، يعني اذا كان موفينج من هون ولا تشحن سلع، يعني حتى سلعه من هون بنعمل كل أثاث. اي شيء من هون.
وسيارات تسكي امبور اكسبور. نعم. يعني استيراد تصدير من امريكا. يعني مثلا خلينا نركز على السيارات. ارسال السيارات كيف يكون على الباخره، على هو الحاويه، كيف يكون يعني في انواع، في نوعين، في اروير رورو يسموه، يعني بيشتغلوا فيه اكثر في اوروبا. من هون من امريكا صعب جدا انه في ترانزيت يكون يصير ترانزيت في اوروبا، وبعدين تروح كمان ترانزيت في اوروبا تروح على تونس. دونك التخريج والتدخيل هذا من السياره ممكن يكون لمس السياره ولا هيك. انا ما بحاول ان يكون السياره زي ما اجت يعني ما دخلت عندنا الوير هاوس لما طلعت. مش واضح كثير الرورو تودي سيارتك بس انت لحالك، تودي سيارتك يعني ولا البروكر توصلها للمينا، توصلها للمينا أوكي. خلاص يعني يختموا لك في التايتلز وبس هيك. وبعدين تشحن في الحاويه؟ لا، ما هاي بس رورو بس انك تودي السياره للمينا بس. وين تروح السياره تروح على الفصل، تروح على المينا للفصل. الباخره خاصه بس بالسيارات، خاصه بالسيارات. هذا ما فيش. هذا هون في نيويورك 2022 صار في حريقه، ما وقف النشاط اللي هون. صار النشاط ببالتيمور. من بالتيمور بإمكانك ترسل رورو. اوكي. لكن من هون ما في، بس انه الضمان للسياره يعني ما تنجرح ولا اي حاجه. دونك انا بفضل انه كونتينرز، لانه الرورو ما بتحط ولا اي شيء في السياره. والكونتينر تقدر يعني تحط اللي انت عايزه في السياره. انا يعني اي شيء تحب عليه، يعني انت البيرسونال افكت يكونوا في السياره. نحن بنشحن السياره زي ما هي. نعم. فمش مين يسأل، هنالك من يسأل مثلا يود إرسال حقيبة. نعم. يود إرسال أغراض. يعني هل يعني أنا ما كنتش يعني إنه واثق إنه 1000% إنه ما فيش يكون جمارك في تونس ولا يشوفون ولا يعطلوك في تونس ولا حاجة. دونك رحت أنا بعث أغراضي أنا مع الكونتينر اللي راح. بديت بروحك يعني؟ جربت بروحي أنا هنا دلوقتي في ديسمبر. دونك ورحت هناك طلعت أنا السيارات وطلعت أغراضي. دونك ما كانش في يعني صعب كتير، بس إنه أنا بستعمل هذا الفريت فورورد إن شاء الله. وكل حاجة يعني زي ما يعني اللي يحب تفسير أكثر بديه إنه كيف من هون وكيف من هناك الشارج والشحن والأسعار. يعني. أنت ما تشتغلش رورو؟ لا، ما بشتغل رورو، تشتغل كونتينر بس. حاويات. نعم. تضع السيارة في الحاوية. تضع الأغراض في الحاوية. نعم. تضع الأثاث في الحاوية. نعم. ويتم شحنه إلى تونس. نعم. أنت موجود في نيوجيرسي. نعم. لماذا اخترت نيوجيرسي، ولماذا تعتبر نيوجيرسي نقطة مهمة للشحن البحري؟ يعني أنا من سكان نيوجيرسي مثلا 13 سنة. 13 سنة ما شاء الله. ما شاء الله. دونك يعني الشحن من نيوجيرسي نيويورك أكثر يعني بورت بيزي على أوروبا وعلى نورث أفريقيا. يعني من الساوث ما بيقدر يبعثوا إنه على النورث قليل جدا يكون، بس يكون وقت كتير أكثر، بتأخذ أكثر وقت. نعم. يعني من كان إحنا هون اللي أخذتنا في ديسمبر، أخذتنا الشحن هذا أخذ 30 يوم. نعم. يعني ماكس كتأخذ 45 يوم. إذا راحت على تركيا ولا دبي ترجع من هنا كمان تأخذ 45 يوم ماكس. نعم. خلينا نكونوا ناخذ مثال حي. في هنالك من يسأل وجدي، إذا تونسي يحب يشحن سيارة لتونس منين يبدأ؟ لما تكون السيارة جاهزة، يعني أنت عندك سيارة وعندك التايتل، بس بتروح يعني بتتصل بيا وأنا بناخذ التايتل والسيارة، وبرجع لك التايتل خاتم فيه الكاستم اللي هو الجمارك. مختوم بالجمارك. دونك طلعت السيارة. ما تختم بالجمارك يعني السيارة ما طلعت. اوكي. دونك لما يكون في ريجكشن من شو يعطيك السيارة؟ اعطيني السيارة والتايتل تبع السيارة. شيء ثاني، جواز سفر؟ لا، هذا كان نسخة من جواز السفر. نعم، نسخة من جواز السفر. نسخة من البيل اوف سيل، ونسخة من الميثود اوف بيمنت، وش ده نسخة من طريقة الدفع للشحن. لا، طريقة نسخة من دفع السيارة. اوكي. البيمنت تبع السيارة very important، خاصة إذا كانت السيارة جديدة ولا سيارة no more than 2-3 years old، يعني أكثر من 3 سنوات. يعني من اشتراها أكثر من 3 سنوات.
لانه لو تدفع زي ما صار معنا هذا الشحنه اخر واحده، يعني ان شاء الله الاولاد كانوا ما شاء الله عليهم يعني دافعين كاش. نعم. يعني ما فيش ولا واحد يدفع كاش هسه في امريكا يعني. نعم. بس لما تدفع كاش ما فيش يكون يعني كيف بدك تثبت انه هو انت دفعتها، انت السياره لك وانت دفعتها، هيك بيصير مشكل. تفاديا لذلك تفاديا لذلك تفاديا للجمارك اني تعمل ريجكشن للسياره ولا ريجكشن لللودينج. يعني انت عملت لودينج كل شيء البروسيس وتعمل ريجكشن من الجمارك، صار بترجع كل شيء، طلع السياره في بينالتي. شو تقصد بيه ريجكشن؟ ريجكشن يعني ما بتطلع سياره من امريكا. ليش؟ شو السبب؟ السبب انه اذا ما توفرت يعني الدوكيمنت necessary document. نحاولوا نركزوا وتكون واضح وتتوجه للكاميرا، تعطي فكره شنو الاوراق اللازمه للشحن. التايتلز من الاوريجينال ولازم يكون اسمك عليه، هذا لازم يكون اسمك في الاول مع الباسبور، نسخه من الجواز مطابقه للجواز السفر التونسي ولا الامريكي ولا يعني التونسي اكثر شيء، لانه احنا بنعمر هون على التونسي، لانك انت رايح هناك اكسبورت على تونس. واضح. فهمت علي؟ نعم. والبيل اوف سيل انك تكون إن كم سعر السياره وكلها، عشان يعني بيصير ديكلاريشن كم سعر السياره على شركه الشحن وكم ثاني. نعم. واخر شيء هو الميثود اوف بيمنت اللي هو طريقه دفع حق. منين تاخذها عند حق السياره؟ لا هذه انت لما دفعت السياره شو دفعت بتشيك، دفعت كاش، دفعت فهمت علي واير، فهمت علي؟ هون لازم تسحب لي انت من البنك يا اما تشوف لي يعني لانه المونطون هذاك مسحوب للشركه للديلر هذاك ولا الشخص هذاك. فهمت علي؟ مش عند اللي باع لك السياره. لا مش عند باع، هذا بيل اوف سيل من عند الباع السياره، هذا بيل اوف سيل بس انت كشخص دفعت السياره، لانه والله اقسم بالله كان انه تتوقف عليها السياره، يعني ما تشحن الا ما بالاوفسا يعني بالهون بصير انه عليها بينالتي في البورد عشان الورقه هاي بس. صارت معنا كمان على صارت معنا على واحد مغربي كمان اشترى سياره وما كان معاه انه اشترى السياره بس كان في مونطو يعني مبلغ هيك ومبلغ هيك. اي وبالله يديروا بالكم انه لازم يكون نوع السياره بالضبط نفس اللي موجود في نفس نوع السياره موجود نفس في التايتل ونفس البيل اوف سيل، لانه لما يكون في اي حاجه مختلف كيف النوع السياره. لما واحد اشتراها جديده كان ما فيش النوع السياره انه 700 وكان محطين انه 600، قالوا له كيف هذا هون يعني ما في يعني ما تتطابق. لازم الديلر يغيرها مره ثانيه. دونك دير بالكم انه لازم تكون نفس النوعيه موجوده في البيل اوف سيل التايتل. نعم. اذا خلينا نكونوا نعطيك مثال، تدفع مبلغ السياره كاش وتدفع مبلغ كريدت. ماشي، اذا دفعت كراش وكريدت دونك نعم. هون لازم يجيب لي يعني لازم في تراست تبع الكاش، يا اما نسخه من الكريدت. والله انا الود اللي يا اما نسخه من البنك. نسخه من البنك ممكن تشتغل، بس عاده انا هذا اللي اللي عملت معاه كان جاب لي انه فايل الاي انه دفع حق السياره $23,000 كاش في فورم يعني تتعمر يعني. أوكي. عشان ما مارش على الكاش يعني دفعت بيه. والواد الثاني والله ما يعني كان في بيسحب كل شهر $3,000 دفع يعني لزيته انه هو بيبعث لي كل ستيتمنت اوف بانك اوفر 24 مانث. نعم. عشان نسحب انه يعني كالكوليتد الاماونت بتاع المبلغ الاجمالي تبع السياره. مهم جدا يعني هون ولا في تونس يعني صار هذا المشكل هون. وبعدين لما راح تونس نفس الشيء صار معاه نفس انه طلبوا عليه الوثائق، لكن لما طلبوا عليه الوثائق ما كانش معاه ريدي، راح يجيبها. الديواني اوريدي عداها على الانتربول بياخذ 3 أيام 4 أيام عشان يعني لما يكون سياره ديلوكس اللي هما بدي يعني حاجات يعني غاليه ومش عارف ايش بتكون بتعدى على الانتربول. نعم. يعني اجراء عادي روتيني، لكن ما فيش ولا ايش. بس يعني انا قلت لك لازم تحضر اوراقك قدامهم عشان تعطيهم طريقه الدفع وكله، عشان ما ولا واحد يفتح فمه معاك يعطيك السياره وخلاص ويطلع.
سؤال آخر كذلك، يجب أن السيارة تكون مسجلة؟ السيارة المدينة لازم اللي ساكن فيها شخص مثلا؟ تسجيل السيارة ما لازم يكون عليها بليت. سيارة لازم تكون عليها بليت، لازم تنزل سولز. فهمت علي؟ أنت تستلمها إلا لما تكون فيها بليت. لما تستلمها هون اصلا ما تطلع من هون، حتى لو انت طلعتها من الديوانه اذا ما شفتش فيها بليت لازم يكون معاك البليت عشان تحطها عليها. واضح. فهمت علي؟ من الاحسن ان تكون عليها بليت عشان ايه ما تضل انك تضل يعني تعمل في الدوسي الديوانه ولا يعني الفول، يعني مش تعديها على الاف سي ار وانت ما بتستعمل فيها عشان نطلعها من اول يوم. اذا ما فيها بليت ما بيطلعوها. واضح. به إذن تسجيل السيارة مش يعني ليس بالإجباري، لكن لازم يكون على في رقم للوحة منجمية على السيارة عشان تدخل التراب التونسي. واضح. بالنسبة للشحن يعني من أمريكا لتونس، الفترة الزمنية دم يعني بقول لك أنا ممكن تكون أفريج بين شهر ونص. شهر ونص. ممكن يطلع ينزل مع يعني تقلبات المناخ والفسل ولا الديليز على البورت، يعني في سوات لما يكون نحن ما عندنا فسلز تطلع من أمريكا لتونس، ما في دايركت، ما فيش خط مباشر. لا ما في خط مباشر. ليش؟ لأنه الفسل اللي يوصلوا هون كلهم كبار واحنا ما بتدخل تونس إلا الفسل الصغير. نعم. لازم تروح على أوروبا ولا تروح على مكان تاني تعمل يعني ترانزيت عشان تطلع في باخرة تانية صغيرة وتدخل شمال أفريقيا. نعم. إذن لو كان نختصر المسافة الزمنية من أمريكا لأوروبا تقريبا أسبوعين 3 أسبوعين ماكس. أسبوعين. الوقت اللي يأخذه أكثر شوي من أوروبا لتونس. ما ياخذ لما يعني ينزلوا الحاويات كلها من الباخرة. نعم. بعدين يحطوا الحاويات يعني يغيروها من المكان هذا للمكان الباخرة اللي عاملة ترانزيت معها رايحة تونس. نعم. إذا في تأخير بتغير زي في الطيارات بالضبط، يعني لما تكون أخرت الطائرة من هون يعني ما فيش بتخلطها يعني تلحق الطيارة الثانية بيغيروا لك الطيارة الثالثة. نعم. أوكي وجدي، أعطينا فكرة على أسعار الشحن بالتحديد من نيوجيرسي إلى تونس. كيف الأسعار تحدد؟ حسب نوع السيارة، حسب وزنها، كيف الأسعار هي لمشاهدينا من الجالية التونسية إن كانت لديهم رغبة لشحن سيارة إلى تونس سيارتها؟ والله دلوقتي ما في يعني الأسعار، بس إنه كيف تحدد الأسعار؟ تحدد الأسعار بيزن البوكين بيتحدد من شركة الحجز. الحجز على طريقة الشحن، يكون في كونتينر تروح مع الفسل هذيك. بعدين في loading، في يعني securing the cars inside the container. وفي يعني في حاجات الأسعار هذه فيكس تبع التراكينج واللودينج يعني والستاف اللي inside the cars، يعني ما فيش شارج عليهم، بس على السيارة بس. يعني بتحدد بالبوكين. إذا البوكين حدد سعره، يعني نحن بنشحن بس 40 فوت كونتينرز. إذا في عشان نوفر الاثنين يوفروا على بعض يكون 40 الكونتينر، يكون 40 عشان في سيارتين لأشخاص مختلفين. ممكن الأشخاص مش شخص واحد. هيك عشان هذه فرصة إنه عشان توفر على الشخص، لأنه لو تدفع أنت بس الشحن ل 20 فوت كونتينرز ماجوريتي نفس السعر. نعم. يعني نفس الفوري نفس ال20، لكن ال20 يكون على سيارة واحدة، الفوري يكون على سيارتين. أوكي. هسا في بس اللودينج تبع سيارتين عشان يكونوا بس السكيورتي. ما عنديش ما فيش equipment تبع انه يعني نعمل رامب ولا ليفت اب في هانجل كونتينرز، يعني هانجت on the roof. يعني في الكونتينر توسع 4 سيارات. نعم. ماشي. الكونتينر لما توسع 4 سيارات بيصير واحدة معلقة واحدة تحت، واحدة معلقة واحدة تحت. 4 سيارات. لكن هذا السيرفيس ما بنعمله هسه. ليش؟ لأنه بده الوير هاوس، بده equipment، بده يعني في كتير متطلبات أكتر عشان هذه بس ترخص لإلهم، بس يكون شغل أكتر. إذن الفوري فيت في سيارتين فقط. سيارتين بس على الفلور. أوكي.
عشان التنزيل في تونس كمان ما يصيرش مشاكل كمان. تقرأوا حسابكم كذلك في تونس. الامكانيات هناك الامكانيات التنزيل ما فيش، لانه ما فيش، لازم تشوف مستودع انه في عنده فورك ليفت الكبار. نعم. عشان السياره لما تكون في السقف ماسكه بالتشين من شمال ويمين، لازم ترفعها شوي عشان تشيل التشينز. لما تصير تنزل شوي شوي لازم في واحد حنكه في تونس، ولازم يكون واحد يعني ذو خبره. هسه لما شفت الوير هاوس في تونس ما عندهم فورك ليفت، امكانيات محدوده. نعم. بندور ان شاء الله على اذا كان في وير هاوس في تونس يقدر انه ينزل سيارات الفوق فوق بعض ومش عارف ايش. نعم. ان شاء الله بنحاول انه نوفرها يعني. نعم. ونوفرها للناس كلها، بس نعم. لازم يكون في ناس يعني شحن على طول يعني، مش نعم. مره في الشهر. هل هنالك فرق في سعر الشحن بالنسبه للسيارات الكهربائيه والسيارات لا. غير الكهربائيه؟ ما في فرق في الشحن. سياره اس يو في كبيره ولا سياره صغيره نفس السعر. كهربائيه او كهربائيه نفس السعر، كله نفس السعر يعني. خلينا نكونوا اكثر واقعيين. بس ما يجيب لي، لازم يجيب لي سياره توسع في وسط الكونتينر، ما يجيب لك سياره ما يعني شلون الليمت، شلون الحد الادنى؟ ما هو 8 فيت. 8 فيت العرض 8 فيت. هي الكاديلاك بتوسع، الهامر بتوسع، فهمت بقى؟ المارج صغير ضئيل جدا انه يظل ما بين المارج بين الكونتينر على 40 فيت. على 40 فيت. نعم. بس يعني بيوسعوا، بس ما فيش يعني الكاستم كارز يعني شو يكون العجل الاكبر ومش عارف ما نقدر. اعطينا فكره على الارقام، الاسعار بالنسبه، شو الاسعار اللي بيمكنك تعطينا؟ الاسعار انا حسب البوكين اللي باخذه. مثلا في الصيف كم السعر، في الشتاء كم السعر؟ والله انا اللي عملتها في الصيف، الود اللي عمل اخذها في الصيف اللي هو حلمي، وصلت له ما شاء الله يعني ولا تعطيل. كان في دفع لنا وللشحن كله كان $3,400 20 فوت. اوكي. الحجز كذلك كما قلت يعني يرجع تقديره حسب فترة الحجز. يعني اذا حجزت انا على بكري شوي بامكاني يكون السعر اقل من ذلك. اذا مثلا انا حجزت في وقت ضيق نقول لك مطلوب اني نحب الشهر القادم، ممكن انت تتفكر انه في الفيسلز مش في الشغل عليها، بس يكون ممكن بوكن عليها طلب كتير اكتر. يعني احنا بنطلب مثلا دلوقتي انا عديت على ميرسك، يعني الشحنه الماضيه عديت على ميرسك. هسه دلوقتي ما في بوكن لميرسك لحد شهرين، هم يعطوك حد معين. اوكي. ماكس ان تلوك تو ذا نيكست مانث. نعم. يعني in the middle of the next month، يعني دلوقتي 15 لحد ماكس شهر بتلوك. نعم. ما في اكثر من شهر. اذا الاسعار كيف الان؟ هسه الاسعار يعني حاليا البوكن 3400 البوكن لحاله، بس انه تعمل ريزرفيشن بس. شو اخر كمان مع هذا انه لازم تحطوا الاسعار انك تدخل فيه اللودينج. كم اسعار اللودينج؟ اللودينج بيكلف يعني بين السيارتين حوالي $600-700. $700. والمبلغ هذا حيتقسم، مش يتقسم على اثنين؟ اكيد جدا. يعني نصيب كل انا واحد دلوقتي تقريبا. هسه يعني ما يعني حددت انه يعني التكلفه كاملها بيكون حوالي $5,000. نعم. كل واحد بيدفع 2500 اللي يحب يعني اللي يحب يدفع يعني. واذا يكون كونتينر على حسابه 40 فيت يكون المبلغ هذا 3400 و700. اذا هو بده يعمل هو اللودينج له ولا مش عارف يعني هو نفسه يعني $5,000، يا اما واحد بده يعمل لحاله كونتينر، يعني الكونتينر 40 فوت كامله له. نعم. او انه يعمل تشيرنج مع واحد يدفع 2500. اذا $5,000 واصل كونتينر لتونس، و2500 نصف الكونتينر يكون مع شخص ثاني. بس السيارتين احنا بس السيارتين. في المبلغ هذا يعني كل واحد سياره بيدفع عليها $2,500. في مصاريف التأمين، في مصاريف التأمين غير. يعني اذا كان هاي شركات الشحن هي اصلا يعني اكيد مأمنه، يعني ما في يكون في دامج الكونتينر من يعني من البورت ولا حاجه، ولا يعني ترانزيت تبعها ولا حاجه، هو شركه الشحن هي بتكفل بها، يعمل كليم عليهم. يعني سعر التأمين موجود في المبلغ اللي ذكرناه. التأمين هذا من شركه الشحن، بس بدك انت تعمل تأمين آخر. تعمل تأمين لسيارتك. شو الفايدة وجدي؟
انا ما فيش فايده اصلا، لانه انا لما يكون في جرح في السياره، جرح صغير، ما بتقدر تعمل عليه كليم. لما يكون في دامج كومبليتلي ممكن تعمل كليم على شركه الشحن بس. شركه الشحن دي اوريدي عندها اللي لازم يكون تأمين، تعطيك تأمين للسياره. ما دام عملت معاهم بوكن، انت باعت معاهم، هو فيهم تأمين. نعم. السيارات اللي تستلمها يعني اغلبها تكون من جيرسي، من نيويورك، ولا من ولايات اخرى؟ لا، بستلم من كل مكان. دونك اللودنج اللي صار في ديسمبر كان من تكساس ونورث كارولاينا. الاثنين ما بيعرفوا بعض اصلا. شخصين في شخصين كونتينر واحد، ولا يكونوا حاضرين اصلا في تونس. شخص واحد كان حاضر في الانلودنج، نعم، نزلنا له سيارته وراح عمل بروسيس واخذها. وواحد تاني اخذها من يومين، يعني وصلت السياره في. مصاريف نقل السياره من ولايه لولايه كم تقريبا؟ هل انت تتكفل به ولا؟ حاليا ما بتكفلش به. دونك السياره انت بتبعثها لي، يعني مع شخص يعني بيشحنوا سيارات، فهمت علي؟ توصل لي سياره اللي عندي نيوجيرسي. اذا بتكفل فيها في من المكان اللي هو شغال فيه، بتكون في سعر تاني كمان. نعم. هل هنالك مصاريف اخرى غير في امريكا؟ في تونس يجب ان الواحد يستعد لها؟ اكيد في تونس في اسعار، وفي انه الترانزيتور، يعني اللي هو الوسيط الجمركي ما بين الشخص والواحد والكونتينر، بيتكلف بتطليع السياره والكونتينر كل شيء. دونك الافرج تبعهم من 1500 1500 دينار تونسي ل 2000 دينار تونسي. يعني في افرج تبع البيمنت تبعهم. انت من تحدد الوسيط الجمركي؟ انا ما بحدد الوسيط الجمركي. اذا انت عندك وسيط جمركي بتتعامل معه، يعني لازم تعطيني الانفورميشن تبعه عشان نعم يعني نستخدمها في اللودنج. متى يتم الاتصال بالوسيط الجمركي؟ لازم من قبل. الوسيط الجمركي لما توصل الكونتينر هناك بيصير فيه السعر، لانه لما يكون ممكن يعطيك فكره، يقول لك 1500 ل 2000، يعني ما 1500 يعني 1600 ماكس، يعني ما بيصير في تضاعف اكثر. يعني اخراجها في تونس كيف تتم العمليه؟ اخراج في تونس انت بس لما تطلع يجب ان يكون موجود هناك حسب ما قلت. الوسيط الجمركي هو اللي بيطلع الكونتينر ويحط السيارات في المستودع المراقب الديوانه، وانت بتيجي تستلم السياره تبعها. بس انت تيجي شخصيا تتقابل انت والوسيط، ياخذك الوسيط معاه للديوانه، يختموا لك في السياره في الجواز السفر، وتطلع بالسياره تبعها. يعني بيدوك لما تختم الجواز السفر بالختم تبع دخول السياره لتونس، يعطوك ورقه جوالا يسوى الدبتيك، اللي هو تصريح بالجولان. لما تعطيك تصريح بالجولان هذيك تقدر تتجول بها في تونس بالسياره هذيك. ولا لازم تنساش انه الانشورنس تبع الامريكي، اذا كان عندك انشورنس اكتف في امريكا ما بيشتغل في تونس، دونك لازم يكون عندك تامين في تونس. وفي تونس جواز السفر يعني يكون تونسي ولا امريكي؟ تونسي ولا امريكي بتقدر تدخل سياره، بس ما تنتفع يجب انك بعد ما تخرج من تونس يجب انك تشحن، تطلع سياره معك. ما بتطلع اذا دخلت السياره باسمك، ما بتطلع من تونس الا لما تخرج السياره، اذا كان ما دخلتها على يعني لما يصير الانتفاع الانتفاع بالاف سي ار في تونس. نعم. الديوانه بتختم في جوازك عند الختم تبع دخول السياره اني صار حذفها من جواز السفر تبعك. نعم. اذا انت طالع وخليت السياره هناك وما سويت لها وضعيتها في الديوانه، ما بتطلع. انت شخصيا ما بتطلع. ما تقدر تسافر، يعني ما تقدر تغادر تونس الا ما تطلع السياره معك. نعم. او امريكي يقدر يدخل سياره، بس لازم يختموا له دخل سياره، ما بيطلع الا ما يطلع السياره معه. نعم. في تونس شو الامتيازات اللي بإمكانه يتحصل عليها التونسي عندما يشحن سيارة لتونس من أمريكا؟ يعني شو الامتيازات، شو الأداءات اللي يجب أنه يدفعها؟ عندك فكرة عليها؟ والله هذه الأداءات هي بتتحدد ما بين 25% في السيارات بتاع الاف سي ار، دونك تتحدد حسب سعرها في تونس. يعني السيستم تبع الديوانه بيشتغل انه حسب السيارات سعرها في تونس. يعني ما تقولش انه سيارتي هون تسوى 80,000، يعني في تونس تسوى 100,000، تسوى اكثر.
كيف يحدوا المبلغ السيستم هذا عندك السيستم فكرة؟ السيستم تبع الديوان، شو هذا السيستم تبعهم أوكي. شغال. واضح أنه طريقة العمل تبع الديوان التونسية لها مواصفات خاصة، ولكن ما هي الأوراق المطلوبة من طرف الديوان التونسية لسيارتك؟ يعني اوكي باش تبدا الاجراءات تبع الإدارية. الديوان الاداريه، هذا في لازم يكون يعني هو لازم يكون في هناك يسموه فيه يعني الملف اللي وصلوا من خلال الشحن هل هو كافي للعون الديوانة في تونس؟ انت لما انت طلعتها من الديوانه التونسيه تبع بورترادس. نعم. عشان تستخدم السياره فتره معينه لحد ما تسوي وضعيتك في الديوانه، في مكتب الديوانه القريب لك. قريب في مدينتك. يعني الفكره خلينا نزيد نوضحوا الفكره، يعني انك تخرجها وتسوقها وتمشي بيها لمدينتك، هذا سهل. هذا سهل. اوكي. هذا اسهل شيء، يعني لما تروح تنزل حتى في المطار نفس اليوم. لما تدخل يعني مثلا ممكن توصل الساعه 10 تعدى الترانزيتور بيروح معك. اوكي. يعني لو تستظهر بالاوراق اللي هي طريقه الدفع. نعم. التايتل عندك والباسبور. الباسبور التونسي لازم يكون اكتف. نعم. يعني لازم يكون مو يعني تاريخ الصلاحيه، يعني تاخذها في نهارته وتروح بها، تخرج تسوق وتسركلي عادي جدا. وبعد ذلك تنطلق في الاجراءات الاداريه مع الديوانه. انت بعدين يعني تبدا دوسي الديوانه يكون على الانتفاع بالاف سي ار، يكون عن طريق مكتب الديوانه القريب ليك احسن، لانه الاوراق بدها تصير انك شو بتعمل، بدك بيساعدك فيها انه في مكتب يعني شباك موحد. شباك موحد، لكن في ناس مختصه في هناك لازم تطبع الباسبور تبعك، يعني كل نسخ، يعني نعم. كل الباجات اللي تبع الباسبور لازم تطبعها تونسي. نعم. واذا انت كنت بتستعمل باسبور امريكي لازم بدك مش عارف انه هو الفيش دي موفمون اللي هي بتطلع من وزاره الداخليه. صح، سمعت عنها. نعم. لما اذا انت بتستعمل باسبور امريكي عشان يعرفوا امتى دخلت امتى خرجت عشان يحسبوا الايام اللي يعني لو ظليت 6 اشهر في تونس ولا لا. واضح. اذا جواز السفر التونسي ضروري مهما يكون، حتى لو تكون انت استعملت الجواز السفر الامريكي باش دخلت لامريكا. لازم لازم جواز السفر، لانه هو انت تو حاليا بتستنفع بحاجه يعني في الاوراق كمواطن تونسي. ما تقدر تستعمل الباسبور الامريكي. اوكي. في الاداره التونسيه من اجل انك تتحصل على الامتيازات المواطن عايش في الخارج يجب يكون معك الباسبور التونسي. اكيد. حتى لو يكون تقريبا اكسباير. لا، دخل السياره لازم يكونش اكسباير. دخول السياره لازم يكونش اكسباير. دخول السياره نعم. هذه معلومه لازم يكون على تاريخ الصلاحيه تبعه انه موجود صالح، يعني الباسبور التونسي صالح معك، لانه لازم تدخل به لانه انت ما يدخلوك في تونس باسبور اكسباير. اوكي. يعني كيف تتختم في باسبور اكسباير، يعني فهمت علي؟ نعم. اذا العون ماذا يطلب؟ المكتب الديوانه بيطلب منك هم بيتعاونوا يعني مع مكتب خارجي جنب الديوانه. نعم. بيكون لما تروح للمكتب هذا بينسخ الباسبور واضح كل صفحات الباسبور. نعم. ويحط التايتل فيه يعني ويعمر الفيش الانتفاع بالاف سي ار. نعم. ويصير انه لازم يعني في بروسيس كبير انه هو لازم يكون تعمل معاينه للسياره. نعم. لانه عشان يعرفوا انه الشاسي نفس الرقم الشاسي الموجود في التايتل هو نفس الشاسي الموجود في يعني رقم الشاسي في السياره. الرقم الموجود يعني الفين نمبر نقولوا هو رقم الشاسي. نعم. اذا هذا هو علاش التايتل يجب ان يكون باسمك، ما يكونش باسم البنك او باسم شخص باسم ثاني. البنك هون في يعني انا وديت سيارات باسم البنك مش لتونس، لكن هون في امتياز. خلينا في تونس. هسه نقدر انه اللي عندهم لين على البنك، اذا انت لسه انت مواطن يعني سكان امريكا مواطن امريكي، دونك ممكن اذا عندك شغل في تونس ولا الله اعلم، يعني في واحد بده ينقل لتونس 3 سنوات ولا 4 سنوات مش عارف المده، بيصير في اكسبشن انه بيعطوك لين ريليس. نعم. يعطوك ليترز فيها لين ريليس انك تطلع السياره.
اوكي فهمت علي؟ فهمتك. يعني تطلع سياره وبعدين ممكن ترجعها، اذا كان دفعت لهم ممكن يعني اللين ريليس خلاص اتلغى، لانه يصير يعني في واحد من الجيش يعني كان شغال في الجيش وجا وكان ريجكتد من اليو اس كاستم، يعني من الديوانه، وكنا انه كلمناه وراح جاب لين ريليس وراح لليو اس كاستم وطبعوا له وطلعت السياره. نعم. دونك في انه لازم تروح على البنك وتستفسر منهم، يعني نعم. تاخذ من اذا يعطوك اللين ريليس ما تحتاج ولا شيء. في سؤال مهم جدا يقع طرحه في تسجيل السيارة من طرف عون الديوانة. سؤال هذا: السيارة ستكون ملكك أو ستقوم ببيع السيارة؟ نعم. هون لما تصير الدوسي تبع الاف سي ار، لما في الاخر شيء انه بيسالوك انك بتدفع 25% من السياره، حق السياره في تونس بيعطوك المبلغ تبعها، او انك تحطها نظام توقيتي ما تدفع ولا شيء. النظام التوقيتي نعم. ما تدفع ولا شيء، ما تدفع ولا شيء، ضل يعني ملكك تستعملها ليك انت، تستعملها بس سوها انت واخواتك والعائله، يعني قريبه. نعم. بالتوكيل. الأخ والأخوة، الأخ والأخت والأب والأبناء. الأب يسوقها عادي، ابنه يعني ابنه. الأب يسوقه تبع ابنه عادي. الأب يسوق ابنه عادي. الابن ما يسوق تبع ابنه إلا بتوكيل. عود مرة ثانية. ما سيارة الابن نعم يسوقها الأب ما في مشاكل، وتسوقها مرة قرينة الابن ما في مشاكل، بس لما تصير سيارة الأب يسوقها ابنه لازم في توكيل. واضح. توكيل مفوض من الديوانة، يعني مش توكيل انك تروح للبلدية بتعمله توكيل، لا، توكيل يكون من الديوانة. يعني هو ما هذا بس من أجل أنه الابن يسوق سيارة والدي. لازم في توكيل، لانه تصير مشاكل. صارت مشاكل في تونس انه هذا ما اعطيتوش سيارتي بسوقها ومش عارف ايه وبيعمل حادثه، تصير مشاكل اكثر من هيك. نعم. ولو يمسكوه انه سايق السياره في تونس بيصير حجز السياره. نعم. اوكي، خلينا نقول مثلا اخذت السياره على تونس، كانت نيتي انه تكون الاستعمال العائلي لي، ولكن بعد فتره مش يظهر لي اني نبيعها. هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، لكن هون الانتفاع بالسيارة أنت أخذت إنك ما انتفاع بالاف سي ار. الاف سي ار إذا بتختار في الأول يا إما 25% يا إما ما تدفع شيء. إذا بعدين صرت إنك بدك تبيعها ولا بدك يعني نحب نبيعها من بعد، دونك هون بيصير الديوانة بتقول لك تدفع 100%، مش 25%. مش 25%. عليه تلغى لأنه الانتفاع في الأول. إذا عملت في الأول إنه أنت ما تقدرش تغيرها بعدين، إذا هيك بتغير الناس كلها. دونك تستنى لما تكون في عفو، يعني الديوانة بتعمل كل 3 سنوات 4 سنوات عفو، يعني بس بتدفع 25% 35%، يعني زي ما عملوا السنة الماضية من من جانيوري لسبتمبر، إنه عشان يعني من أول مرة يجب تكون واضح. السيارة هذه مش تكون على ملكك ولا مش تبيعها. مش تبيعها. عندما تقولوا على ملكك معفى من الضرائب، وتاخذ سيارتك وتمشي على حالك. نعم. وتاخذ على لوحات تونسية منجمية تونسية، وإذا أنت مقرر من أول مرة أنك مهبط السيارة لتونس وتحب تبيعها تدفع 25% في ذلك اللحظة، في ذلك يعني في أول ما تأخذ لازم تكون لوحات تونسية والأور إنه نونتا. نعم. يعني ما في إنه تكون لا بدي أغير بعد شهر، لا بتغير بعد شهر بتدفع 100%. وإذا نقولوا العكس، مثلا كانت نيتي يعني نبيعها ولكن اختار لي أننا نستحفظ بها وما لقيتش السعر المناسب. أنت تونسية دفعت لها خلاص، ما تقدر ترجعها إنه أنت استفعت، أنت انتفعت، بس اللي انتفعت إنه مش دافع يعني قيمتها 100%. في الانتفاع الكلي. نعم. وفي الانتفاع إنه يعني تدفع 25% وتصير تونسية بس. اوكي يعني صرفت 25% وليك نصيبك وحظك انك ما لقيتش. تقدر تعمل تبيعها بعدين تقدر. يعني ولا تسوى انك اللي مش مقرر نقدر يستعملها شوي، يصبر عشان يقرر في شهر شهرين يقرر، يعني فهمت علي؟ وجدي، شنو اكثر الاخطاء اللي موجودة من طرف ابناء الجالية التونسية في ارسال سيارة لتونس؟ والله في اكثر خطأ فادح انه لما بيستعملوا بروكر ولا ترانزيتور ما بيعرف انه شو الشروط اللي تروح لتونس. صح.
يعني وشو الدوله يعني just انه as a customer just you wanna do the service يعني just بيستعمل الزباين علشان بس يشتغل بيعبي سياره وما يهمه يعني ما في 2023 في مين راح عبى سيارة على CMA مع بروكر تاني يعني من مش عارف من شيكاغو مش عارف ولما عبى السيارة في البورد جات ريجكتن يعني صار رفض لإلها انك تروح لتونس عن طريق شركة الشحن هاي بعدين اتصلوا بيا وجوا انه لازم اطلع السياره من المينا ونطلع السياره من الكونتينر ونحاول نعمل بروسيس مره ثانيه بشركه شحن ثاني. نعم اذا مع انت خلاصه لو كان تعامل مع وجدي ولا مع احد من ابناء الجاليه التونسيه كان افضل يعني ما خسرش كل هذه الفتره واكيد فما فلوس كذلك تدفعها. اكيد فما فلوس وكما لانه يصير حتى الوقت والسيرفيس وانت محتاج السياره في تونس وتستنى فيها ومن بعد ما تجيكش صح يعني خيبه امل انك تصير وترجع هون وتطلع سيارتك وتعمل السيرفيس مره اخرى انك تبيعه في سم تايم بينالتي يعني بصير في التنتي انه المصاري ما بترجع. نعم يعني في واحد دلوقتي هسه من ميامي في سياره طلعت من ميامي صار فيها انه كانت ريجكتد من CMA رفضتها بدها ترجع من فرنسا لامريكا والود في تونس ويستنى في السياره. لا يعني في خساره وفي وقت وفي مصاريف كثيره. شنو النصائح اللي بامكانك تقدمها للجاليه التونسيه لتفادي المشاكل الشحن في الميناء الامريكي؟ يعني الاستظهار بالوثائق المطلوبه يعني كل الوثائق المطلوبه لازم تظهر بها في الاول يعني من اول ما تجيب لي السياره ولا تجيب التايتل لازم يكون في كل الوثائق انه ما في كل عليها كلير يعني مش عايز انه اعمل ريجكشن وتظل السياره في يعني سياره في المينا في عليها بينالتي كل يوم تضل في المينا. نعم اذا السياره مس ذا كات اوف يعني اذا هو اخر يوم الفيسلز كما زي بتغلق الباب في عنا يوم يغلق الباب فهمت علي؟ نعم لما يغلق الباب تبع الفيسلز ما تقدر ولا كونتينر بتدخل عليه باخرة الشحن خلاص لما سيلد خلاص بتطلع اوكي ضل الكونتينر عندك هناك المينا ضل يعني يدفع فيك كل ستورج كل يوم وشركة الشحن انك تدفع كمان كل يوم عشان انك انت يعني هولدي الكونتينر السيارة تبعهم في المينا. وخاصة في أمريكا الأسعار غالية أسعار اللي هون اللي إحنا هون باخذ بس يعني مجانية من شركة الشحن 3 أيام في تونس بيعطوهم 13 يوم. اوكي يعني في تونس انا عاوز يعني واو يعطوك 13 يوم ما فيش ولا فيز ولا فيش ولا لا ما فيش. مثلا وجدي مثلا شخص مثلا متوجه الى تونس لنقل في بدايه شهر مارس وما هي الفتره التي يمكن التنسيق فيها معك لشحن السياره لكي اكون هناك متواجد في تونس؟ هو انا يعني لازم يعني توصل لي السياره عندي لازم يكون في كونتاكت ما بين الشخص الثاني عشان نشوف اذا في لودنج ثاني ولا لا في شخص ثاني عشان يعمل لودنج معاه ولا هو بده سنجل كونتينر فهمت علي؟ هون اللي بتفرق. نعم لان انا بدي اعمل اذا بدور يعني يتطلب منك شويه وقت من اجل انك تجد شخص ثاني نعمل كومبينيشن ما بين اثنين نسق ما بين الاثنين يعني لازم يكون في عندي واحد جاهز وبدور على واحد مش كما واحد يبدا معك الخطوات الاولى ما انتش عارف متى سيكون هناك شخص ثاني من اجل ده يكون في ناس تتكلم فيك دايما بتعرف تنسق ما بين هذا وهذا مع هذا مع وتكون العمليه اسرع ففرصه للجاليه التونسيه انكم تتعاونوا واكيد وجدي يكون معنا في التنسيق للارسال في اقرب فرصه يعني واستلامها في وقت يعني منطقي يعني شهر ونص معقوله. نعم في هون هسه دلوقتي يعني كان عندي واحد موجود جاهز ومريح في مارس يعني تونس يعني ايامات العيد انا فكرت ان في واحد تاني جاهز بس ما فيش ولا واحد تاني ما دون كانسل نستنوا للصيف.
دونك هو كان صار بيستنى في الصيف يعني نلاقي اذا لقينا واحد تاني معاه بار ان شاء الله. خلينا نقول مثلا انا شحنا السياره لتونس ووصلت لتونس، لكن عندي ظروف طارئه خلتني نتاجل شويه، معناتها مش ممكن نكون في الوقت وصول السياره نكون انا موجود في تونس. كيف تتم العمليه هذه؟ لا هون ولا يهمك، سيارتك بتكون في الحفظ والامان في المستودع المراقب الديوانه، ما بتطلع من هناك الا ما تيجي انت تاخذ سياره منه. هل هناك مصاريف ثانيه؟ نعم في مصاريف، انه في يكون ستورج اللي هو يعني تخزين السياره في المستودع، ان تضل كل يوم عليها 15 دينار تونسي يعني. نعم 15 دينار تونسي كل يعني يوم بمعادل $5. نعم $5 احسن من يعني انا احاول بنسق من قبل للفتره انك توصل فيها، توصل لك السياره قبل باسبوع، تكون انت هناك بعديها بتاخذ سيارتك وتروح. نعم. في ختام هذا اللقاء وجدي، ما هي اهم النصائح بامكانك تقدمها للجاليه التونسيه في الولايات المتحده الامريكيه، بما انك مختص في هذا المجال شحن يعني الحاويات الى تونس؟ نحاول ان يكونوا موافقين، يعني ما يعني اللي حكيت معاهم هسه كذا زبون، يعني ما فيش الاستفسارات كانت واضحه معاهم، لكن نصيحتي انه لازم من هون ديكلير كل اللي موجود في السياره، عشان ما في يكون في تاخير ولا في اي شيء من هون، لانه لو تفتح في انسبكشن للسيارات بيصير في انه يشوفوا شو الديكلاريشن اللي عملتها انت. هون الديكلاريشن يعني في يعني whatever انه في الموجود في السياره. نعم اي حاجه موجوده في السياره، يعني نقول مثلا هنالك آلة بيانو مثلا، اي لازم تعمل الديكلاريشن من هون عشان نعمل ديكلاريشن شكل الشحن من هون والكاستم، لانه في تونس ما عندهمش ولا دخل بتونس من هون، يعني نحن بنعمل الديكلاريشن من هون، ما عندهمش دخل بتونس. في تونس بعمل انا ديكلاريشن مع يعني فريت فورورد اللي هو الوسيط، بعمل ديكلاريشن عادي نفس الشيء. نعم. علي؟ لكن في تصرف تاني معاهم هناك، يعني نعم. لما توصل هناك بتعرف البروسيس اسهل من هناك. نعم. مش عارف في ختام هذا اللقاء إذا تحب توجه مباشرة كلمة لأبناء الجالية التونسية والله حول التعاون معهم من أجل إيصال سياراتهم لتونس. والله الناس الكل مرحبا بكم، الناس الكل في نحاول نعاونكم از ماتش زي كانت، يعني على أكثر استطاعة. من أسهل البروسيس اللي بعمل فيه أنا بس تجيب لي السيارة وتجيب التايتل وتجيب الباسبور والبيل اوف سيل والميثود اوف بيمنت، وسيارتك بتاخذها في تونس، ما في ولا حاجة ثانية زيادة. ومرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله نفيدكم أزماشة زي كان. بارك الله فيك، شكرا وجدي. إذا كان هذا اللقاء حاولنا أن نقدم المعلومة خصيصا لأبناء الجالية التونسية، إن شاء الله ربما يكون لي لقاءات مع مصدرين من أبناء الجالية العربية من الوطن العربي، من أمريكا إلى مثلا مصر، إلى لبنان، إلى المغرب، ونحاول نعطي المعلومة من أجل تفادي الإشكاليات إن وجدت. شكرا لكم على متابعة اللقاء. لأمريكا عربي سايز، دعمكم لنا ضروري لإنجاح هذه التجربة الإعلامية التي تخص أبناء الجالية العربية، وتبرعاتكم كذلك كما قلنا هي non-profit media production معفاة من الضرائب. وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى على أمريكا عربي سايز، مع تحيات رفعت. إلى اللقاء.